سلام الله عليكم متابعينا من ساحلنا الجميل من بيتي قرية بيت يوسف الجميلي من مشتلي الرائع. بدي أعرفكم لخمس أنواع أصناف أو 6 أنواع أصناف من الملفوف الهجين الموجود بقرية بيت يوسف. خليك معي يا أستاذ. أول صنف الأورانس الألماني، حجم شتلته ما بين 3 أو حبته ما بين 3 أو 4 كيلو غرام. هذا الصنف ألماني، إنتاج شركة أورانس الألمانية. شيله. الثاني توكيتا كوري، حجم حبته ما بين كيلين ونص لحد 3 كيلو لحتى 4 كيلو حسب الاعتناء وحسب زيادة الأسمدة يعني. شيله. ثالث صنف يلي هو الياباني، النيل الياباني. هذا الحجم متوسط بين حبة بين 3 كيلو أو 4 كيلو. بيجيك النيل الأحمر، النيل الأحمر الياباني اللي هو أفضل أنواع الملفوف الأحمر الياباني. بيجيك الزهرة سنو وايت ألماني، من أفضل أنواع الزهرة. كلمة سنو وايت هي بياض الثلج، يعني سنو وايت يعني فلة بياض الثلج. أفضل أنواع الأصناف اللي هي ألماني. بيجيك أنواع البروكلي، البروكلي هجين أمريكي، من أفضل أنواع البروكلي. طبعا الشتل كله متعقم بمادتين اللي هي البروفيكار والتوبسين، البروفيكار الألماني والتوبسين الياباني. وين ما وين كان معكم أبو ماري، دمتم ودامت سوريا بخير. حياكم الله من أمام منزلي من بيت يوسف. سلام الله عليكم.